الاهلي اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي. عبده البقاء ده من ضمن الناس اللي خلى النادي الاهلي خد الدوري يمكن 5 6 مرات. واحد يقول لي يعني النادي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، اقول له واحد يقول لي عيب، تقول له لا انا بقى عارف اقول لك ايه. النادي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره. اثبتت لنا الايام والسنوات ان النادي الاهلي اقوى من اتحاد. فالنادي الاهلي هو نادي الدوله ونادي الشعب ونادي امس ونادي اليوم ونادي غدا. قولوا اللي انتوا عايزينه وضيعوا وقتكم في الكلام والرغي، واحنا ما عندناش وقت نضيعه. في مجموعه كده بتتلم دايما علشان لو القرارات ما جاتش على بالهم يبتدوا ما اعرفش حد فيهم يخاطبوا اللجنه الاولمبيه ويخاطبوا الفيفا ويخاطبوا الجهات الخارجيه كمزيدا من الضغط. لو انا ما عنديش الاراده ان المسابقه صح هجيب لك حكام يخسروك من بره، ما هيش صعبه. لكن هتقول لي الاوضاع زي ما هي هقدر اجيب لك اللي يذبحك من اي حته. حرام، وهكذا الاهلي من حرام الى حرام. يا حرام يا حرام. جامد طبعا جامد. هو في حد في الدنيا يستفيد من كل الادوات دي وما يبقاش جامد؟ دي تبقى مصيبه، ده يبقى فشل ذريع. يعني الاهلي بكل ما يحصل عليه، بكل هذه المعامله الخاصه، بمجلس ادارته اللي ما حدش قادر يشيله لانك جامد، برئيس اتحاد الكره اللي بيتشال